صباح الخير، ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا بنتي، انتي عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويسة، بس بقالي يومين كده مش عارفة، بحس بصداع غريب. ليه بس كده؟ الف سلامة عليكي. الله يسلمك يا ماما. انا هخرج بقى دلوقتي عشان اروح اقابل واحدة صاحبتي. يا رب تبقى مبسوطة وما تحسش ان انا تعبانة. ايه يا ماما؟ قلتي ايه؟ ايه يا بنتي؟ انا ما قلتش حاجة، بس انا سمعتك دلوقتي كنتي بتتكلمي. لا يا حبيبتي، انا ما قلتش اي حاجه. هتروحي تقابلي مين بقى في صحابك؟ هقابل ندى صاحبتي. انا البنت دي مش بستريح لها خالص، بجد مش عارفه بنتي مصاحباها ليه. ايه يا ماما اللي انتي بتقوليه ده؟ مالها ندى؟ في ايه يا بنتي؟ انا ما قلتش حاجه. ماشي يا ماما، انا هخرج بقى عشان الحق صاحبتي عشان اشوفها. هنتقابل برا. ماشي يا حبيبتي، تروحي وترجعي بالسلامه. كلميني اما توصلي هناك. حاضر يا ماما، هكلمك. يلا باي. باي يا حبيبتي. انا مش مصدقه بجد، هو انا كده بعرف اقرا افكار الناس؟ انا لازم كده بقى اعرف الحقيقه كلها. الله، ايه ده؟ شعرها جميل قوي. ايه بتقولي حاجه؟ لا انا ما قلتش حاجه. هو ايه اللي هي حاطه في شعرها ده؟ شكلها غريب جدا. الله، البنت دي شكلها امور قوي. بجد انا مش عارفه اعمل ايه، انا كده سامعه افكار الناس كلها. عندي صداع جامد قوي من الكلام ده كله. هي ندى فين بقى؟ هي اتاخرت قوي كده ليه؟ ندى صاحبتي الوحيدة واكتر واحدة بتحبني، انا لازم اقولها على كل اللي حصل لي ده. اقولها ان انا بقيت اعرف اقرا الافكار، ولازم اعرف حقيقة الناس كلها اللي حواليا. ازيك يا ندى؟ اخيرا وصلتي؟ بقالي ساعتين مستنياكي، اتاخرتي قوي كده ليه؟ معلش الطريق بس كان زحمة شوية، بس جيت اهو. انتي مش هتصدقي ايه اللي حصل لي. ايه؟ في ايه؟ قوليلي. يا رب ما تعرفش ان انا كنت بتكلم عليها امبارح مع صحابنا. ايه؟ انتي بتقولي ايه يا ندى؟ انا ما قلتش حاجه، انا مستنياكي تقولي ايه اللي حصل لك. انا مش عارفه بجد، هي ليه الناس كلها بتحبها كده وما بتحبنيش انا؟ حتى شعرها غريب قوي وشكلها غريب. ايه يا ندى؟ هو ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا ما قلتش حاجه. هو انا كده بسمع صوت افكار ندى صاحبتي؟ ازاي؟ دي صاحبتي الوحيده، مستحيل تبقى بتقول كده. انا لازم اكدب عليها واقولها ان كل اصحابنا بيكرهوها عشان تبعد عنهم شويه. دي كده هتبقى صاحبتهم اكتر مني. انا مصاحباها بس عشان اعرف الحقيقه، عشان اعرف ليه الناس بتعملها حلو وبتحبها ومش بتحبني انا. انا هقولك ليه يا ندى. ليه ايه؟ هو انتي سمعتي انا قلت ايه؟ اه، انا سمعت كل حاجه انتي بتقوليها. الناس بتحبني عشان انا مش بكدب عليهم. انتي بتكدبي عليا وبتقولي ان انتي بتحبيني وان انتي صاحبتي الوحيده، مع انك بتكرهيني. انا انا مش بكرهك، مين اللي قالك الكلام ده؟ انا سمعت الكلام ده بنفسي. اكيد اللي نقلك الكلام ده بيكتب عليكي، اوعي تصدقيها. انا محدش نقلك كلام، انا سمعتك. انا عرفت انتي مصاحباني ليه، عشان بتغيري مني وعشان تخلي الناس كلها تكرهني. بس انا الحمد لله عرفت حقيقتك دلوقتي، وخلاص مش عايزه ابقى صاحبتك تاني ولا اشوفك تاني.
ايه ده؟ اخيرا خلاص عرفتي الحقيقة. انا ما بحبكيش، وكنت مصاحباكي كده بس وخلاص عشان اعرف انتي بتعملي للناس ايه. انا مش بعمل لهم اي حاجة، بس هي الناس عارفة حقيقتك وانا معرفتهاش، بس خلاص اخيرا عرفتها. عايزة اقولك بس على حاجة، انتي شعرك وحش قوي، ومش عارفة الناس بيحبوكي على ايه. تقريبا هم هبل، ولبسك كمان وحش قوي. انتي محظوظة بس شوية، بس عادي. اصلا الناس كلها كانت مستغربة هو انا ازاي صاحبتك، بس انا ما كنتش فاهمة هما بيقولوا كده ليه. بس هما شكلهم كانوا عارفين حقيقتك، انا بس اللي ما كنتش عارفاها. حقيقتي انا احسن منك بكتير، واضح فعلا. المهم انا مش عايزة اعرفك تاني، ولا انا كمان على فكرة. ماما انتي مش هتصدقي ايه حصل معايا. ايه يا بنتي قولي. يا رب ما تكونش حاجة حصلت تزعلها. انا سامعاكي يا ماما على فكرة. سامعيني ازاي بس؟ سامعاكي وانتي بتقولي يا ريت ما يكونش حاجة حصلت تضايقها. ايه انتي بتسمعي الافكار؟ ايوه بالظبط يا ماما، هو ده اللي حصل. انا بسمع كل افكار الناس، انا مش عارفة ازاي ده حصل لي. بجد ازاي يا بنتي؟ هو في حاجة اسمها كده؟ يا ماما في حاجة اسمها كده. انتي مش هتصدقي اصلا ان اللي حصل لي. ايه حصل لك؟ رحت اقابل ندى صاحبتي دلوقتي. ما انتي قلتيلي، وسمعتك قبل ما امشي وانتي بتقولي ان انتي ما بتحبيهاش ومش بترتاحي لها. فعلا يا بنتي دي حقيقة، انا مش بستريح لها البنت دي. انا ما كنتش مصدقة كلامك، وكنت فاكرة ان انتي بتقولي كده وخلاص. بس رحت وقابلتها وعرفت الحقيقة، عرفت ان هي بتكرهني قوي ومش بتحبني. انا كنت حاسة، شفتي؟ هي كانت مصاحباني بس عشان تكره الناس فيا وتخليهم يفتكروا ان انا مش بحبهم. كنت حاسة ان هي شريرة على فكرة، بس مرضتش اقولك لحد ما تعرفي الحقيقة بنفسك. وانا عرفتها يا ماما، انا مليش غيرك. طيب هقولك فكرة حلوة، طالما انتي بتسمعي افكار الناس، انا هجيب جارتنا وعايزاكي تعرفي هي بتفكر في ايه. ايه يا ماما انتي هتشغليني بقى من اولها ولا ايه؟ معلش انا عايزة اعرف الناس بيفكروا في ايه. حاضر يا ماما. طيب نزيهة. ماشي استنيني. ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ وحشاني. انتي اكتر. ازيك يا طنط؟ عاملة ايه؟ انا الحمد لله كويسة، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. يا المطبخ بتاعها حلو قوي وبيتها جميل قوي. يا ريتني بس كان معايا البيت بتاعها ده، كنت خليته حاجة تانية. بصراحة هي ما تستاهلش خالص ان هي تقعد في البيت ده. ايه يا طنط اللي انتي بتقوليه ده؟ ايه يا بنتي في ايه؟ ماما طنطي دي بتقول ان هي عايزة تاخد البيت بتاعك، وان انتي ما تستاهليش ان انتي تقعدي فيه. ده اللي هي قالته دلوقتي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ بقى انتي تقولي عليا كده وانا معتبراكي صاحبتي الوحيدة هنا؟ انا ما قلتش كده. انا مش فاهمة هو انتي بتكدبي عليا ليه؟ طالما مش بتحبيني خلاص ما تجيليش. انا ما بحبش الكذب. انا ما كدبتش، بنتك دي بتكدب عليكي. لا انا عارفة بنتي عمرها ما تكدب عليا. انا مش عايزة اعرفك تاني. ماشي. ماما بصراحة هقولك على حاجة. قولي يا بنتي. انا ما بحبش ان انا بسمع افكار الناس دي.
ليه بس؟ دي حاجة حلوة قوي. تعرفي هما بيقولوا ايه وبيحبوكي ولا لأ؟ بس الناس كلها يا ماما بتقول كلام غريب. انا مش عارفة هما مش بيحبونا ليه. اننا نعرف الناس على حقيقتها دي حاجة وحشة قوي يا بنتي. زي ما في ناس طيبة في ناس وحشة، واكيد هتقابلي الناس الطيبة دي. انا بس يا ماما عايزة الناس تتعامل بطبيعتها، ما تبقاش بتكذب. ازاي يا بنتي؟ ماما، هنا صاحبتي اتصلت وقالت ان هي جاية. بجد انا بحب البنت دي قوي. مش عارفة يا ماما، انا بحسها دايما ساكتة كده وقاعدة لوحدها على جنب. ممكن تكون مش بتحبني. انا عايزة اشوفها عشان اعرف الحقيقة. لا يا بنتي، هنا دي شكلها طيبة قوي حتى لو هي قاعدة ساكتة. هشوف يا ماما يمكن. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ وحشاني، بقالي كتير ما شفتكيش. وانتي كمان يا بنتي، بجد وحشاني. يلا يا هنا تعالي كلي معانا، ماما بتعمل الاكل اهو. بجد انا كان نفسي تبقي اختي ودي تبقى مامتي وعيش معاكوا على طول بدل ما انا عايشه لوحدي كده. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا هنا؟ ايه؟ انا مقلتش حاجه. في ايه؟ ايه يا بنتي بس؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا ماما. هنا بس كانت بتقولي ان هي كانت عايزه تعيش معانا على طول بعد كده. ايه؟ انا مقلتش كده خالص يا طنط. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا سمعتك وانتي بتقولي كده. بجد يا ريت يا هنا، يا ريت تعيشي معانا على طول. بجد هما ازاي طيبين كده؟ انا مش مصدقه. يا ريت، ده انا نفسي اعيش معاهم قوي. خلاص يا انا هتعيشي معايا انا وماما. ايه ده؟ هو انتي بتسمعي انا بقول ايه؟ ايوه انا سامعه، بس انا ما قلتش حاجه. انا هقولك على سر. انا عندي دلوقتي بقيت اعرف اقرا الافكار. ايه؟ انا مش مصدقه. يعني انتي سامعه دلوقتي انا بقول ايه؟ اه، سمعت كل حاجه انتي قلتيها. بجد انا اكتشفت ان انتي صاحبتي الوحيده واطيب صاحبه عندي. وخلاص، تعالي بقى هاتي حاجتك وعيشي معانا طالما انتي عايشه لوحدك، وانا اكيد هبقى زي اختك. يا ريت يا بنتي، انا كان نفسي يبقى عندي بنت تانية، بس انتي موجودة اهو يا هنا. خلاص انا هستناكي يا بنتي. لمي حاجتك من البيت عندك وتعالي هنا عشان تقعدي معانا. بجد يا طنط انا مش مصدقة. يعني انا هعيش معاكو؟ اه خلاص، يلا بقى. ماشي، هروح الم حاجتي بسرعة واجيلكوا. انا بحبكوا قوي. شفتي يا بنتي؟ صدقتيني لما قلتلك ان في ناس طيبة؟ ايوه يا ماما، فعلا هنا دي طلعت طيبة قوي وبتحبنا. ايوه انا كنت عارفة.